السلام عليكم البنات، كيف نتوما؟ مزيانين بخير؟ نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نحمر واحد الفروج. قلت نشارك معكم الطريقه ديالي. اول حاجه جبت كاسرونه كنعمل فيها معلقه ديال سكينجبير، الخرقوم، الابزار كما كتشاهدوا معنا. المهم بالنسبه للتصويره يقبلوا عليا خوتي وصافي، حيت انا بوحدي يد كيطيب ويد كيصور. المهم الفروج ديالي من بعد ما رقدته في الملحه والماء وخليته واحد المده حتى كتحيد منه ديك الزفوريه. المهم عطريه كما قلت لكم. عاد غنزيد الحامض المصير ان شاء الله والمطرد وقزبر يابس، ما توفرش على القزبر يعني خضر. المهم قضيت باللي عندي وصافي. وكما كتشاهدوا المهم من بعد ما زديت واحد المعلقه ديال الهريسه، هي هذه قزبر حبوب حتى هو، والاخر نص حامضه ديال الحامض مصير، يعني حامض كان عندي مخلع من قبل. من احسن اخوتي ما ديروش الملحه. بعد ما شرمت الدجاجه ديالي هي هذه وعملت لها السنه د الثومه في الصدر ديالها وفلحته شويه باش كتدخل مع هذيك الشرموله. كنخليها ترتاح شويه، من بعد كنمشي نشرد 4 د البصلات. عملت لهم شويه د العطريه مع الزيت وغنخليها تشحر مزيان ان شاء الله يا ربي. عاد نحط الفروج ديالي ونمرقو كما كتشاهدوا معي في الطنجره وغنسد عليه. المهم خدالي تقريبا شي نص ساعه. من بعد طيبته وخرجته هو هذا كما كتشاهدوا. باش نزينو قبل ما ندخلو الفران جبت واحد المعلقه الزبده وذوبتها وزديت معاها شويه ديال العطريه حمراء ودهنت الدجاجه ديالي ودخلتها للفران. من بعد قليت شويه ديال الفريت باش غنزينو بها، هو هذا كما كنبارطاجي معكم اخوتي. المهم ندخلها الفران ان شاء الله باش نحمرها مزيان من التحت ومن الفوق. جبت الصينيه هي هذه عملت فيها اوراق الطبخ، حطيت الدجاجه ديالي. المهم حنا غير بجوج بين اخوتي وصافي. الدجاجه على قد الحال كما كتشاهدوا معي دخلتها الفران. ومن بعد غنخليها تحمر كنقلبها من الجنب الثاني. ومن بعد الطبيصل ديالنا هو هذا. نتمنى تقبلوا علينا وبصحه والراحه. واش غنقول لكم اخوتي، واحد الغداء رائع جدا. زعما الغداء هذا النهار ما كاينش في التاريخ، زعما صراحه شي حاجه طوب. يلا بالصحه والراحه.